النهارده يا بنات هنعمل مع بعض طبقات السعادة او طبقات اللذاذة. حاجة كده بتدخل على قلوبنا السعادة، طعمها خطير والواناتها تحفة وشكلها بيدل عليها. يلا كده نخش على وصفتنا ونشوف هنعمل طبقات اللذاذة او طبقات السعادة ازاي. جبت كده باكت من الجيلي بطعم الفراولة ونزلت بيه، وهنزل عليه بكوباية من المية المغلية وكوباية من المية المتلجة، وهدوب الكلام ده كله تماما لغاية ما كل حبيبات الجيلي بتاعي دابت تماما. ابتدي بقى اجيب الكوبايات بتاعة العصير ديت عند اي بتاع مستلزمات حلويات، وهنزل بالجيلي في الكوبايات. احط كده طبقات من الجيلي في الكوبايات، وهاخد بقى الجيلي بتاعي هدخله التلاجة. وهنا كده حضرت معايا بولة كده، ونزلت فيها بمجموعة كده من الفواكه. نزلت كده بجزء من التفاح الاخضر مقطع مكعبات، ومانجا كده مقطعة مكعبات. ونزلت برضو بشوية من الموز متقطع. وفي الوقت ده بقى كنت عصرة بقى مانجاية كده، عصير بيور. وقلبت عصير المانجا على الفاكهة، وقلبت كل الكلام كله. وجبت هنا معايا بولة ونزلت فيها بكوبايه من الكريم شانتيه الخام. طبعا الكريم شانتيه الخام مبيبقاش فيه سكر، نزلت ب3 معالق من السكر. ومعايا كده كوبايه من اللبن المتلج نزلت بنصها. وهبتدي بقى اضرب الكريم شانتيه بتاعي. بعد ما ضربته كده حسيت ان القوام بتاعي تقيل جدا، هنزل بنص كوبايه اللبن الباقيه معايا. نزلت بنص كوبايه اللبن، وهبتدي بقى اقلب اضرب الكريم شانتيه لغايه ما يوصل معايا للقوام اللي انا عايزاه، القوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بقى معايا تمام. وكان الجيلي هنا في الوقت ده اتماسك. جبت بقى الجيلي بتاعي وهبتدي انزل عليه بالكوكتيل اللي انا عملته، اللي هو التفاح والمانجا والموز وعليهم عصير المانجا. وابتديت بقى اكمل القبات ديت بالكوكتيل بتاعي. وكنت هنا بقى الكريم شانتيه حطيته في كيس حلواني، وحطيت بقى طبقة من الكريم شانتيه عليه، ودخلته التلاجة كده ساعتين لغاية ما تلج كده وسقع معايا. وبقى تحفة، خطير وطعمه تحفة وشكله كده يلفت النظر. جربوه، تحفة بجد، هيدخل على قلوبكم السعادة وهيعجبكم جدا وهيعجب الولاد، وطعمه فعلا تحفة وبسيط ولذيذ. يعجبكم يا رب.